أبو الهول، التمثال اللي موجود جنب الأهرامات، بس محدش سأل نفسه إيه هو تاريخه. أنا حمزة هاني ومعاكم النهاردة في كتاب اتش عشان نعرف تاريخ أبو الهول. أبو الهول هو تمثال حجري ضخم منحوت من الحجر الجيري، بيجسد مخلوق أسطوري براس إنسان وجسم أسد في وضع الاستلقاء. التمثال يتجه مباشرة من الغرب للشرق، ويقع على هضبة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل في الجيزة. يعتقد أن ملامح وجه التمثال تعود للفرعون خفرع. أنف أبو الهول اتكسرت في ظروف غير مؤكدة، والدراسات بتقول إن الأنف اتدمرت بشكل متعمد باستخدام أدوات حادة. ده بيتنافى مع الأسطورة اللي بتنسب الكسر لمدفعية قوات نابليون أثناء حملته على مصر عام 1798. الأدلة الأثرية بتقول إن تمثال أبو الهول اتنحت حوالي سنة 2500 قبل الميلاد في عهد الملك خفرع. التمثال اتنحت من الصخر الطبيعي لهضبة الجيزة، اللي كان كمان مصدر للأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات والآثار التانية في المنطقة. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله من كتاب اتش. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. سلام.